عليكم. أولا كنبغي نرحب بضيوفنا الكرام الإخوة العرب، بخصوص أخ اليمني اللي هو في قلبنا دائما، وتأيت أنه نعطي واحد القصيدة تعبيرا عن عروبتنا، أنه اليوم واجب علينا كشعوب أن نتفق ونتحد، أن لا ننتظر الساسة، فلنتحد بلغتنا. يا جارحا بسياق الزمان لا تنتظر، زورقا يسبح في ظلمات المتاهات، ليقذف يم الأمنيات ويأويك في قفص الآهات، لتستنير بومضات الحالمين ركوب أمواج المستحيلات، آملين الوصول إلى بر الخطايا والموبقات. فكفانا استهزاء بخراطيش الخيبات المتتاليات، ولا بعتبات اليأس والضاءة في سماء المخلفات. شعب أفنى الدهر خالدا بالطعنات الحالكات، ليتمجد بالماضي البعيد حين كانت ضربات السيوف تلهم بالمسرات. فهيهات من خوالي أسالت لعاب الشعراء بالمعلقات. فمجدك يا أمة العروبة باق رغم العثرات المتتاليات. فبأجيالك القادمة ستخفق الرايات في سماء العز زاهيات. فاتحد يا شعوب الضاد لتلهم الكون بالمنجزات، وتطمئن قبور الأسلاف وتنفض عنها غبار العابسات، وتشرق منها شمس تنير بحور العلوم والأدبيات. فتتوهج عقول النوابغ لينضج الأحفاد بالمعنويات، ويستمر طريق الإلهام متى فيرتوي منه العاكف ذاكرات، فتمنحه شحنة يقطف بها ثمار العز والمستبسلات. فهنيئا لكل حر ذاق مرارة الوجع، وثابر في تسلق العاليات، وتفانى في أداء رسالته رغم العثرات المسترسلات. فصبرا جميلا يا أيها الفؤاد الحليم، فلا بد للغد أن يأتي بالرغبات. وشكرا.